والكاف الوداد مع اسفي. وان شاء الله الامنيات انه الرباعي يكون حاضر في ربع نهائي المسابقتين لتعزيز الرصيد. هذه كره على اليمين، محاوله يتدخل بوشتا في نهايه المطاف. ممتاز بوشتا، ممتاز بوشتا. مره اخرى الكره لفائده فريق الوداد الرياضي. سيلا من فيريرا. فيريرا خطا، فيريرا خطا. رجعت لي مفيد. فيريرا يتاخر مفيد. مغامره كبيره منك يا فيريرا في تمرير كره بهذا الشكل. 57 دقيقه 0-0. الهدف تاخر يا وداد، الهدف تاخر يا بن هاشم. شوف لك حل يا امين، شوف لك حل يا بن هاشم. لا يجب ان نتاخر على التسجيل يا بن هاشم. الوداد هنا على ارضه امام الجمهور في حسابات التاهل. الضروره تقتضي الانتصار في الميدان في الثلاث مباريات التي تلعبها في كازا. الاولى مرت بسلام، هذه الثانيه في انتظار الثالثه بكل تاكيد امام فريق عزام التنزاني. التسديد زياش، عيد زياش. هذه الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية. إذن ستلعب الكرة لعناصر فريق مانيما في يد الاثنين. وصلت للتماس لعناصر فريق مانيما. طبعا تحس بن هاشم متوتر طبيعي جدا لان الهدف تاخر، لكن ايضا هذا لا ينسيك التغييرات، لان من الان تبدا تفكر في الحلول. كره في وسط الميدان، ولازم تاخذ بعين الاعتبار انه بدنيا بعض اللاعبين ممكن ينقص المستوى، بالتالي تفكر في البدلاء. كره في وسط الميدان، ولان وسط الميدان الوداد الرياضي ليس في المستوى العالي جدا. ننتظر تصحيح هذا النقطه وهذا الامر. كره في وسط الميدان، كثير من الكرات اللي خسرها الوداد في وسط الميدان. مفيد رجعت الى زياش لاميرات عبد الغفور. يرجع كره للاعب ابو الفتح، ارسله طويله في اتجاه الواسطي. هل يحل مكانه وسام بن يدر على مستوى الخط الهجومي؟ السؤال مطروح يا بن هاشم. باكاسو تقريبا ربع ساعه لبدايه شوط المباراه الثاني، نفس الاداء. إعادة مرة أخرى مجهود باكاسو. يبدو بأنه سيكون هناك تغيير في صفوف فريق مانيما. ديو ميرسي يلعب التماس. رجعت الكرة لمفيد بالراس، يمشي فيريرا يرسل كرة طويلة في اتجاه الأميرات. الأقرب سانغانا. تمشي ودادية مرة أخرى. ناسي فيريرا وصلت لمرابط. ممتاز، عملية تمويه ممتازة يا مرابط يتريت، يرجع لزميله لاميرات على مشارف المنطقة. ناصي هي يا مرابط سدد. لا زالت ودادية فيها كرة من أيوب علاها بالراس. مفيد عالية جدا من الأول يا مرابط، من الأول جاتك فرصة. ناصي يعطاك باس ولا في الخيال، ومرابط خلاه وجه لوجه مع حارس المرمى وغاندار. نشوفوا الإعادة هنا. هنا سدد. ممكن تقول الحارس غلق عليه المجال، ولكن يحاول يسدد لأن زميله كان مراقب في القائمة الثاني. عموما المباراة تتوقف، كان في تدخل في حق لاعب ناصي.
إذا ربع ساعة انقضت على بداية الشوط المباراة الثاني، ونعتقد يا بن هاشم وجب التفكير في الحلول الآن. شوف ناصي نقاش مع مرابط، الاميرات مع مرابط، ومرابط صراحة نال قرار، يعني البعض يتفق يختلف، لكن في رأيي كان ممكن يسدد مباشرة. في رأيي كان ممكن يسدد مباشرة. عموما لا زال هناك وقت، لكن يا أمين يا بن هاشم أنا أعتقد إذا تأخرت في التبديلات لا يجب أن تتجاوز الدقيقة 70. يعني عندك تقريبا 9 دقائق 8 دقائق، أكثر من ذلك ستتأخر. يعني في الهجوم من حمزة الهنوري، وسام بن يتر، لا يجب طبعا إغفال لورش، لأن لورش مهم. صحيح لورش سيغادر، لكن على الأقل تستفيد منه في هذا الوقت، لأن لورش لاعب ذكي يتحرك بشكل ممتاز، ممكن يعطيك حلول في الجهة اليسرى. اللاعب لورش مميز. إذا لورش من أهم الأسماء اللي ممكن أنتظرها في الدقائق القادمة. حمزة الهنوري الاسم اللي صراحة كان الله في عونه، لأن حمزة الهنوري ما خدش حقه، وحتى الإصابات أبعدته كثيرا عن الميادين. وهو من الأسماء اللي افتقد المنتخب المغربي في كأس العرب. حمزة الهنوري تذكروا بأنه تعرض لإصابة. وطبعا عندنا وسام بن يتر، وسام وحمزة الهنوري ولورش.